اسلام، معظم الناس كل تفكيرها او كل حياتها مبنية على انا ازاي ابقى انسان ناجح او معايا فلوس او مختلف عن غيري او عندي اي نوع من انواع السعادة في حياتي، رابطين امور كتيرة قوي ببعضها. والحاجات دي كلها خليط ما بين اشياء، هي ناس مش عارفة ايه قبل ايه. مش عارفة الفلوس قبل الاستقرار، ولا الاستقرار الأول، ولا النجاح الأول، ولا السعادة الأول، ولا إن أنا أبني أسرة الأول. التسلسل الطبيعي من وجهة نظرك لإزاي واحد من وهو صغير يبتدي ينشئ نفسه لخطوات ومراحل تؤدي في النهاية إلى حياة سعيدة وناجحة. أعتقد إنها ليها ستيبس أو ليها خطوات، وإنت بعقلك بطريقتك بشخصيتك بتركيبتك ليك تحليل للأمر ده. يا ريت نبتدي بالحتة دي، ازاي اطلع البيبي ستيبس او السلالم اللي توصلني رحلة ان انا ابقى في الاخر انسان سعيد. كويس ان انت قلت انسان سعيد، لان هو زي ما دايما بقوله الناس بتتلخبط ما بين هو النجاح ايه. فالاول لازم الواحد يبقى فيه تعريف للمصطلحات دي كلها، لان الناس متلخبطه. احيانا الناس بتفتكر النجاح هو الفلوس، احيانا الناس بتفتكر ان السعاده هي الفلوس، احيانا الناس بتفتكر انه عشان يبقى حياتك ليها معنى وليها قيمه هو ارقام. This is not true، او ده مش حقيقي. البني ادم انا اعتقد في حياته كلها هو في رحله سيلف ديسكفري، بيكتشف نفسه، بيكتشف مميزاته وعيوبه، وبناء عليها بيحدد اهداف. والاهداف متغيره على فكره، الهدف ده مش قران. فانت النهارده انا رايي انه اول حاجه الواحد لازم يشوف طريقه انه يعيش عيشه آه سهله، يعني بمعنى انه يقدر ياكل كويس، يقدر يحافظ على صحته كويس، يقدر يقعد مع اسرته وقت مناسب. ففي اهداف معينه بحيث انه تخلي الاستقرار اللي انت بتقول عليه ده. طبعا انت اديك، انا هسالك انا سؤال على الموضوع ده، لانه الناس بتفتكر ان الاستقرار هو الكونسيبت بتاع الكومفورت زون اللي بنتكلم عليه، وانت عرفت كومفورت زون بشكل مختلف. الاستقرار مش هو الكومفورت زون. الاستقرار ان انت تقدر ما تبقاش مشغول بحاجات اخرى تخليك تفوكس ان انت توصل للي انت عايزه. انما لو انت النهارده عندك مشكله هتتعشى ايه، عندك مشكله هتركب ايه، عندك مشكله، الكلام ده كله بيشتت الذهن. فالاول انك تعيش ان تبقى حياتك سواء موظف، او ده مش عيب، لانه الناس احيانا بتفتكر دلوقتي انه لازم تعمل البيزنس بتاعك ولازم، وده مش كل الناس كده. فانت الاول توصل للاستقرار. وانس انت وصلت للاستقرار تقدر بقى ساعتها تعرف تحط اهدافك واحلامك وتبريك داون، تاخدها خطوات خطوات. لان لما تيجي تقول مثلا انا عايز ابقى، من الناس مهتمه بالفلوس، ابقى اغنى، ابقى عندي 100 مليون جنيه مثلا. لو انت قلتها كده هتحس انها مستحيله تحقيقها. انما لو قلت انا في 2027 مثلا عايز يبقى معايا 5 مليون جنيه، هتقدر تقول ال 5 مليون جنيه تعرف تجيبها تحقق ازاي. وبعدين تاخد كل 5 سنين دول تبريك داون الجولز لاهداف اصغر واصغر. الطريقه الوحيده انك توصل لهدف انك تقعد تصغر الخطوات، وتدي لنفسك كمان ان انت تنبسط لما تحقق حاجه صغيره، لان هي في الاخر حصيله الموضوع هتوصل اللي انت عايزه. المهم انك تعرف الهدف، والهدف يتغير زي ما انت شايف، لان الدنيا بتتغير، طبيعي هدفك بيتغير، طبيعي ادراكك انت لاهدافك نفسها بتتغير. وبعدين تكسرها واحده ورا التانية ورا التالتة لحد ما تعرف تحقق الهدف ده. بيبي ستيبس. بيبي ستيبس. يعني المبدأ اللي انت شايفه الناجح الصح هو ان الانسان يحط اهداف مربوطة بوقت محدد، والوقت ده يكون فيه الرقم يجوز تحقيقه عشان ما يكونش مستحيل، وفي نفس الوقت يربطه بتاريخ زمني يجوز تحقيق الرقم ده فيه، عن طريق ان هو يقسمه لخطوات في حياته. والخطوات دي كل ما يوصل لمايلستون منها، كل ما يقدر بيها يحاسب نفسه انا ماشي في طريق تحقيق الهدف وحلمي ولا لا. ويفضل يغير اهدافه واحلامه بناء على المتغيرات اللي بتحصل جوه حياته وجوه السوق والمدينه والدوله طبعا. اللي هو عايش فيها، صح. وبناء على كمان تطور وعي وادراكه في خطوات حياته، لانه عقله بيتغير كل شويه. بيتغير بالظبط. فالايفولوشن ده او الادابتيشن اللي بيحصل لعقله مع المتغيرات هو ده احد اهم مقومات النجاح اصلا. طبعا. ده هو بيقول لك كمان ان لو انت مش هتستطيع انك تلاحق الزمن والتطور، فالزمن قادر انه يمشي من غيرك. فانت النهارده طبيعي بالتكنولوجيا الجديده وكل الكلام ده كله استحاله يكون هدفي انا نفس هدفي من 10 15 سنه. صح. يبقى انا عندي مشكله، ما شفتش التطور وما ادركتش شخصيتي اكتر.
واهدافي اكتر. زي ما انت قلت بيبي ستيبس. هو في الاخر انت لو جبت بيبي صغير وقلت له انا عايزك تجري في الماراثون، هيبقى بالنسبه له مستحيل. صح. انما هو في بيبي بيتولد وبيقعد بعد كده بيجري في الماراثون، لانه بياخد خطوات. الاول بيتعلم يقف وبعدين بيتعلم يمشي. هي كده. هي دي مشكله الفهم الخاطئ عن السعاده. خلي بالك، اصل هو الموضوع ايه؟ لو الموضوع هم الناس شايفه انك تتقلب تبقى ماتيرياليستيك، يعني تبقى شخص بتفهم ان سعادتك جايه عشان جايب تيشيرت دوتشي ان جابانا، ولا جاي، ولا ركبت عربيه مش عارف ايه، ولا ويكتشف الواحد انه بينبسط بالحاجات دي، حتى انبساطه بيها المؤقت بيقل مع الوقت. حلوه فتبتدي كلمه عامله انبساط على فكره، لان هي هي مش انبساط، هي سعاده، مش سعاده، لا هي انبساط. انبساط. اه. فهي ده الفكره كلها، انها تبقى زي ما تكون مدمن. يعني انا هقول لك على حاجه، لو جبت حد النهارده واديته مرتب ضعف اللي هو بياخده، هينبسط 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، يصبح حق، ويبتدي يشوف ايه اللي ممكن يعلي له مرتبه. سيبك بقى هو بيعمل ايه بيه، انما هو ما بيبصش، ما بيسعدش باللي معاه. وانا بقول لك انا عديت في هذه المراحل، انا جبت حاجات كتيره كنت فاهم انها تبسطني وبسطتني شويه، بس ما جابتليش سعاده. شعور تعالى مؤقت. بقى اشوف الحاجات اللي ممكن تكون جلبت لي سعاده، زي مثلا الرياضه. لما دخلت عملت رياضه، بالرغم ان انا ما كسبتش منها فلوس، انما عملت تغيير، عملت تاثير، حسيت بسعاده. فهو الفكره كلها انه الواحد لو فاهم انه اقتناء الاشياء بيجلب السعاده، هو مهما شرحت هو برضه مش هيقتنع، اللي هيسمعنا دلوقتي ده، انما مش هيقتنع غير لما يحققها. يعني غير لما يجيب اللي هو عايزه ويكتشف انه مش هو ده الحلم الحقيقي، ومش هو ده هدفه، الهدف اللي يخليه سعيد. بس يعني انت وصلت مرحله في الحياه اسلام من الوعي والادراك اللي ابتديت تشعر بيها ان ليست الامور الماديه التي تحقق لك السعاده، برغم من قدرتك الماديه على تحقيقها. ده الديبيت بقى اللي على طول، يعني ده دايما لا انت الناس حققته. نقاش. يعني هو دلوقتي احنا مش ديبيت، احنا في شخص لا عنده من القدرات والامكانيات الماديه على تحقيق ما يرغب فيه من مقتنيات ماديه ومقتنيات مظهريه، وفي نفس الوقت جرب الشعور وجرب الفلو والاحساس بتاعه طلوعا ونزولا. احنا مش بنكلم واحد كلام ارتجالي، احنا بنتكلم على كلام فعلي على ارض الواقع. ده مش انا. ده انت عندك واحد مثلا اللي هو بقى كمان ما عندوش يعني منفتح خالص، زي دان بلزيريان. نفسه طلع قال لك ايه بعد كل، يعني في ناس بالنسبه لهم دان بلزيريان ده حلم، عربيات وطيارات ومراكب وبنات وكل حاجه يعني. قال لك انا في الاخر اكتشفت ان ده ما فيش حاجه من دول ساعدتني خالص، اسعدته. دايما الناس تقول لك اصل انت عشان ما عشتش العيشه اللي معكش فيها فلوس. عندهم حق. بس انا اتعرضت لضغوطات، بس هم كمان ما عاشوش العيشه اللي معاهم فلوس، فهم كمان بيقدروا يحكموا ازاي على الموضوع ده. ملخص يا محمود انه الفلوس تعمل لك حريه، تخليك تقدر تاخد القرار انك تجيب او ما تجيبش، انك تعمل او انك ترتاح شويه عن ما ترتاحش. طبعا فلوس شيء مهم، محدش يقدر ينكر ولا يقول حاجه غير كده، انما 100% الفلوس دي طول اداه وليس الهدف.